ازيكم عاملين ايه الاخبار؟ اعتقد ان الشتا دخل كده، فاحنا محتاجين كلنا نتدفى. محتاجين حاجه حلوه كده بالليل مع كوبايه شاي بلبن، مع كوبايه نسكافيه، مع كوبايه قهوه. حاجات كده من اللي هي ايه بتدفي دي. عايزه اقول لكم بقى ان مفيش احسن من الكيكه بالشوكولاته. خطيره يا جماعه، دايبه دوب. يعني هقول لك تريكاتها وبصوا. هتخلوها خطيره. جربوا بس انتوا تعملوا الطريقه دي وامشوا على كل اللي انا اقوله لكم. حقيقه هتطلع معاكم تجنن. تعالوا نعمل مع بعض احلى كيكه شوكولاته ببيضتين اتنين بس. بيضتين، كيسين من الفانيليا، يعني لكل بيضة ظرف أو كيس من الفانيليا. لو هتستخدمي فانيليا سايلة فانت هتضيفي نقطتين. وهبدأ ان انا اضرب كده او اخفق البيض كويس قوي مع الفانيليا. انا بحب دايما اعمل الخطوة دي. حتى لو انا بعمله في الخلاط، بعمل كيكة في الخلاط، فانا برضو بضرب او بخفق البيض لوحده مع الفانيليا، بحيث ان انا يعني امحي الزفارة تماما. وببدأ ان انا انزل كده بكوباية من الحليب بعد ما بخفق الفانيليا مع البيض. كوباية من الحليب، يعني الحليب اللي انا ضايفاه فانا ضايفاه دافي شوية. ده بيخلي الكيكة وهشاشنها حلو قوي قوي. فانتوا ضيفوا حليب دافي على البيض. وبعد كده بنزل بكوباية وربع من السكر، او كوباية ومعلقة من السكر. وبنزل كمان بكوباية من الزيت. تمام لحد دلوقتي يبقى بيضتين عليهم الفانيليا، عليهم كوبايه وربع من السكر او كوبايه على حسب رغبتك، انت بتحبيها مسكره ولا لا. كوبايه من الزيت وكمان كوبايه من الحليب الدافي. بقلب كل المكونات دي كده مع بعض لحد ما بخفقهم كويس قوي. بعد كده ببدا ان انا اضيف الكاكاو. نص كوباية من الكاكاو عليها كوبايتين من الدقيق. يعني لو بنعمل الكيكة دي مش بالشوكولاتة فانت هتضيفي كوبايتين ونص من الدقيق بس. لو بنعملها مثلا بنكهة الفانيليا وخلاص. لكن لو هتعمليها بنكهة الشوكولاتة فانت هتضيفي نص كوباية من الكاكاو وكوبايتين من الدقيق، وطبعا عليهم رشة من الملح ومعلقة صغيرة كده من البيكنج باودر. وابدأ ان انا اقلبهم كويس قوي. وبس خلاص الكيكه جاهزه معانا. تركايه كده من عندي، انا كنت عامله معاكم النوتيلا البيتي او الشوكولاته القابله للدهن، هنزل لكم اللينك ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس. فانا ضفت كده منها بس معلقه نغني الطعم مش اكتر. وبعد كده صينيتي بقى دهنتها زيت وعليها رشه من الكاكاو مع رشه من الدقيق. زي ما بنقول كده بالبلدي عفرتهم او عفرت الصينيه. وابدا ان انا انزل بخليط الكيك زي ما انتم شايفين بالشكل ده. القوام بتاعه حلو جدا جدا. مش محتاجين نزود دقيق ولا نزود لبن. زي الفل قوي. هدخل الكيكه دي في الرف الوسطاني في الفرن كده على درجه حراره 200. ولما تستوي معايا كده هقوم مشغله بس الشوايه من فوق. ممكن ما تشغلهاش، مفيش مشكله. ببدأ بقى ان انا اجيب كده نص كوباية من الحليب او ممكن كوباية، مفيش مشكلة برضو. انا بصراحة استخدمت نص كوباية من الحليب وضفت عليها معلقة كبيرة كده من النوتيلا البيتي اللي احنا عملناها مع بعض برضو. هحط لكم اللينك زي ما قلت لكم في الديسكريبشن بوكس. ودوبتهم مع بعض كده وبدأت ان انا اسقي الكيك بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. اسقيها كده عشان تبقى ايه فلافي كده وطعمها حلو وغنية. وكمان تكون هشة وحلوة قوي معايا، يعني عايزة اقول لكم حرفيا كانت خطيرة. وسقيتها بالشكل اللي انت شفتوه ده. وبعد كده دهنتها بنوتيلا، ممكن شوكولاته قابله للدهن براحتك خالص. انا كده كده عملتها معاكم ونزلت لكم الفيديو اللي فات. اللينك هتلاقوه زي ما قلت لكم في الديسكريبشن بوكس. وكمان لو بتتفرجوا على الفيديو ده على الفيسبوك فهتلاقوه في اول كومنت مثبت. روحوا اتفرجوا على الفيديو هيعجبكم جدا. وبجد كانت طريقه سهله قوي وطعمها يجنن. حطيتها كده على وش الكيكه من فوق. لزوم بس التزيين مش اكتر، مع شويه عين جمل وبس خلاص قطعت الكيكه. عايزه اقول لكم يعني طعمها حلو قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. اشوفكم ان شاء الله على خير في رعايه الله. مع الف سلامه.